السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده ايس كريم. الايس كريم في البيت احسن وانضف ومش مكلف زي ما يكون بتشتري من بره. انا اشتريت علبتين ايس كريم، عملت منهم ايس كريم كتير. هنعمل الطريقة مع بعض، سهلة وبسيطة وعلى السريع، مش مكلفة خالص وبتعمل بسرعة. انا اشتريت العلبتين دول، علبة ايس كريم بالمكسرات وعلبة ايس كريم بالمانجا، مانجا واللي تحت دي فستق. فعملتهم لقيت طعمهم مش حلو، ضفت بقى عليهم لبن وفواكه من عندي في البيت. دي علبة الايس كريم وكوباية لبن، وضربتها كده لما تماسكت، وحطيت عليها، اخدت جزء منها كده لوحده قبل ما احط عليها الفراولة طلعتها من الفريزر بيور كده، وضربتها في الكبة من غير مية، وضفتها على الايس كريم، على جزء من الايس كريم الاساسي. والايس كريم الاساسي ضفت منه جزء في جنب زي ما انتوا شايفين كده. ضفت كذا نوع من الفواكه على الايس كريم، على علبتين الايس كريم اللي انتوا شايفينهم في الاول، واحده بالفستق وواحده بالمانجا. طعمهم كده يعني دي بالفستق طعمها كده من غير فواكه مش حلوه، بس لما ضفت عليها الفواكه اللي عندي، اي فواكه عندك في البيت، يعني انا ضفت مشمش وخوخ وفراولة، كان عندي التلاتة دول. فعملت بقى كوكتيل كده من الايس كريم، كل حاجتين مع بعض، وضفت ده على ده وده على ده، شكلت كده. وبعدين لما خلصت حطيت عليهم شوكولاتة وفول سوداني، بقى طعمهم جميل احلى من اللي انت بتشتريه من بره. جربيه هيعجبك. شو جميل ازاي. ما تنسيش تحط اللايك وتعملي الاشتراك للقناة. بشكر الناس اللي بتحفزني بالتعليقات بتاعتها الحلوة، والناس اللي بغيب عنهم شوية بيقولوا انت غبت علينا ليه. بشكر الناس اللي بتهتم بيا من غير ما تشوفني، بشكركم جدا. ده الكاكاو، كان عندي شوكولاتة بني وشوكولاتة بيضة، سيحتهم وحطيتهم على الايس كريم زي ما انتوا شايفين كده. دي الشوكولاتة البيضة جميلة جدا والله، كان طعمها جميل جدا. جربهم وهيعجبكم. على فكرة انا عملت قبل كده ايس كريم بالكريم شانتيه، طريقة تانية مختلفة عن دي. الطريقة دي حلوة والطريقة دي حلوة، بس الايس كريم الجاهز لوحده كده ما عجبنيش. عجبني لما ضفت عليه الفواكه اللي عندي في البيت. اليوم ده كنت عاملة محشي، وعملت اخر النهار كده الايس كريم ده. شوفوا جميل ازاي. وده المحشي، البصل والثوم اديتهم لون كده، وضفت عليهم الطماطم والرز وحشيت. بس للاسف ما جبتلكوش المحشي بعد ما خلص، لاني نسيت. اتلبخت وجريت اكل ونسيت. وسلام، متنسوش اللايك والاشتراك.